بات الدولي الجزائري الواعد مهدي دورفال والملقب بمارسيلو الجزائر نجم نادي باري الناشط في الدوري الدرجة الثانية الإيطالي مصدر استقطاب لوسائل الإعلام الإيطالية والجماهير في الفترة الأخيرة بفضل تألقه الباهر مع النادي الأحمر والأبيض في دوري الدرجة الثانية في إيطاليا. اللاعب دورفال قاد فريقه باري للعودة بنقطة ثمينة يوم السبت لحساب الجولة 15 من السيري بي، وسجل اللاعب الذي تم تسميته بمارسيلو الجزائر هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 24 ليؤكد المستويات الكبيرة لها منذ بداية الموسم الجاري. وانضم اللاعب الجزائري إلى نادي باري صيف 2022 قادما من نادين ينشط في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، حيث وقع عقد يمتد ل3 سنوات، لكن توهجه منذ موسمين وبروز اسمه كمرشح للانتقال إلى أندية إيطالية في الدرجة الأولى دفع إدارة باري إلى تمديد عقد لعام إضافي أي إلى غاية 2026. وتدرج اللاعب الجزائري بشكل سريع وخلال عامين من الدرجة الخامسة بفرنسا إلى الدرجة الثانية بإيطاليا، مرورا بالدرجتين الرابعة والثالثة بإيطاليا، وكان قاب قوسين أو أدنى من الصعود إلى السيريا مع نادي باري صيف 2023. دورفال الذي سبق له اللعب مع منتخب الجزائر تحت 23 سنة برز بشكل لافت هذا الموسم بقدرته على اللعب في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر على حد سواء، حيث يوجد اللعب بكلتا القدمين قبل أن يقرر المدرب توظيفه هذا الموسم في مركز الظهير وجناح أيسر في خطته المفضلة 3-4-3. وشارك اللاعب في 14 مباراة بالسيري بي، سجل خلال 3 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ما جعله يحظى بإشادة وسائل الإعلام الإيطالية ومنها موقع توتو نابولي المختص في متابعة أخبار نادي نابولي، حيث رشحه للانضمام إلى كتيبة المدرب أنطونيو كونتي بوصفه اللاعب المناسب لأفكار المدير الفني الإيطالي. وقال المصدر في تقرير له بهذا الخصوص: في الوقت الذي تكثر فيه الشائعات لنابولي حول رغبته في ضم جناح أيسر قريبا، لماذا لا يفكر نابولي في مهدي دورفال؟ يجب الحرص على عدم الاستهانة بمهدي دورفال، إنه حل سريع شاب ولاعب منخفض التكلفة، كما يمكن أن يكون أيضا حلا مناسبا لأنظمة أنطونيو كونتي التكتيكية المختلفة. وفي حال أخذ نابولي بهذه النصيحة فإن مارسيلو الجزائر سيسير على خطى نجم منتخب الجزائر الأسبق فوزي غلام الذي تألق مع نابولي سنوات قبل أن تحرمه الإصابة من الاستمرار مع نادي الجنوب الإيطالي. ويقدم دورفال في صورة كربونية لنجم ريال مدريد السابق مارسيلو، حيث وصفه تقرير موقع توتو نابولي قائلا إنه يتميز بالطاقة حيث يساهم في مرحلة التغطية وفي الإعداد والهجوم، وأضاف قدرته على المراوغة والجرأة في الصراعات الثنائية تجعله سلاحا فتاكا لباري، مؤكدا أنه لا غنى عنه لمستقبل الفريق.